السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله جايبه معاكم التسويق للاسبوع. حبيت ان انا اصور معاكم واديكم افكار وكده. جبنا اللي هي التسويق اللي بتكفينا الاسبوع، تمام، وكمان اللحوم والاسماك بتاعه الاسبوع، وكمان مستلزمات كده للحضانه والمدارس يعني والبيت وكده. هتابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله تستفيدوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اول حاجه سمك. جبت سمك يعني، تمام، وببدأ ان انا اقسمه. اللي معايا ده كيلو او كيلو وربع تقريبا، مش فاكرة. المهم اللي هما طلعوا معايا 7 مشوط. السمك دي يا بنات سمك متوسط يعني مش كبير. لو جوزي معانا يعني بنعمل ايه الكيلو على بعضه، انما لو مش معانا بقسمهم على مرتين. يعني الخمسة لو كيلو بيبقى دي كبير، تمام، بقسمهم على 2 او ساعات 3. المهم الاتنين دول بقسمهم نص كده، دي الكبير بقسمهم نص، بيكون 4 حتات كده، تمام. لو دي للجلي او صينية، لو بشويه بسيب السمك على بعضه. المهم دولي 7 مشاط، فانا هحط 3 مشاط في كيس و3 مشاط في كيس. هيفضل مشط بسيبه بقى ايه لما نجيب سمك تاني وايه ونكمل عليه وكده، تمام، عشان برضو نوفر ومش نعمل ميزانية كبيرة وكده. فاحنا بنعمل على قد الافراد بتاعتنا وكده. وانا اطفالي صغيرين ومش يعني ايه، مش من النوع اللي هما ياكلوا كتير ولا كده. المهم عملنا السمك، تمام. تعالوا بقى نشوف الخضار اللي احنا جبناه. دي طماطم. بجيب 3 كيلو بكفيني الاسبوع، ولو فيها طماطم طرية بعملها صلصة واحطها في الفريزر. بيسهل عليا جدا لو عاوزة اعمل محشي او مكرونة او اي نوع من الطبيخ، بطلع صلصة تفك، بعملها بشوحها كده بالبصل والثوم وبستخدمها للطبيخ يعني، او مكرونة او اي كان يعني ايه حاجة فيها صلصة وكده، تمام. طبعا الفاكهة اي فاكهة ولادك بيحبوها انتي بتجيبيها. فده عنب. اللهم صل على النبي، جبنا عنب وبلح. تمام. البلح ده قعد عندي اكتر من اسبوع، لان برضو احنا مش محبين البلح اللي هو الاصفر دي وكده، جوزي بس هو اللي بيجيبه. انا بحب البلح الاصفر دي اللي هو ايه يكون الرطب، ما بحبش الناشف. فجبنا بقى ايه كمان ليمون وفلفل، اللهم صل على النبي ما شاء الله. وجبنا كمان خيار، تمام. بجيب كده كيلو ليمون وربع خيار، ومثلا الفلفل مش عارفه كان جايب كيلو ولا ايه، صراحه ما اعرفش اصور، تمام. والبطاطس نفس النظام، ساعات بجيب يكفيني اسبوعين، وساعات بجيب 2 كيلو للاسبوع بس يعني، للفطار وعشاء وكده. كان جايب بوظة للاولاد وكده. عاوزه اقول لكم الكيس ده كان بجنيه. تمام. يلا متنسوش تحطولي اللايك. وطبعا بقى دي نوعنا على الشاي وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كان دخل السوبر ماركت، جابلنا دي كبد وقوانص، تمام، العابد، تمام. ودي اللهم صل على النبي سجق. عاوزه اقولكوا دي 400 جرام تقريبا، انا وولادي بيكفينا على يومين، تمام. ولما يكون زوجي معانا برضو بروح عامله نصه. هو الكيس 400 جرام، بعمل نصه مع مكرونه يا بنات، تبقى جميله جدا. مكرونه بالسجق، تعملها بقى بطاطس محمره وكده يعني. دي بقى عاوزه اقول لكم البسكوت دي كانت من الاسبوع اللي فات وكانت فاضله يعني. والبسكوت ده بنجيبه للمدارس وكده، يوم ياخد بسكوت ويوم ايه يا اللهم صل على النبي، يوم ياخد بسكوت يعني ويوم ياخد فلوس وكده يعني، تمام. فبنعمل بدل ما الولاد يعني بيشتري البان مش عارفه ايه حاجات اللي هي بره دي، مش ضامنينها احنا وكده، تمام. طبعا دي علبتين جبنه كافينا اسبوعين، والنشا وده مخلل، تمام.